بيبدأ الانمي في عالم سكانه كلهم من الحيوانات بس بشكل اشيك شويه لانهم قادرين يتحركوا زي البني ادمين لكنهم مختلفين عنهم في الشكل مش اكتر، وكمان لانهم عندهم قرون او فروه حسب نوعهم. وسط التجمع ده كله بقى شيخ القريه قال للسكان ان في زهره سمك جات لبحيرتهم وعماله تسمم في ميتها، وده اللي بيخلي اسماكهم كلها تموت. ده كمان غير منسوب الميه اللي زاد في البحيره. علشان كده هو طلب من المعلم شيان اشطر رحال في البلد انه يبعت لهم تلميذ من عنده ينقذهم. في الوقت ده بقى بتدخل عليهم بيل، فالكل بيبص عليها باستغراب وخوف كده لانها مختلفه عنهم تماما، او بمعنى اصح يعني ملهاش قرون او فرو زيهم. ده نوع مختلف عمرهم ما شافوه في اي مكان في العالم بتاعهم، وده خلاهم يقولوا عليها انها ما عندهاش ملامح. فبيل قررت انها تقطع نميمتهم عليها ديت، وقالت لهم انها بلاك بيل وانها جت المدينه هنا بسبب امر شيان معلمها ليها علشان تنقذهم. فهي بقى عاوزاهم يبعدوا عن الشاطئ لحد ما تخلص هي على الوحش اللي في البحيره لانها شاكه انه نغري، وده بقى من اقوى انواع الوحوش البحريه في العالم بتاعهم. وبعدها قالت لهم انها تقتله وتخلصهم منه بشرط واحد، وهي انها تاخد جزء منه تاكله لانها بتحب اللحمه بتاعته. ده خلى اهل القريه يعتبروها شرسه ومتوحشه لانها مش نباتيه زيهم. بس بيل ما اهتمتش بكلامهم ده ونزلت البحر تشوف الوحش وتقيم الوضع بنفسها. ساعتها الوحش هجم عليها بايد من بتوعه فقطعتها له على طول وطلعت بيها للسطح من تاني، وبعدها سحبت سيفها علشان تقتله بيه. في نفس الوقت ده بقى كان الوحش طالع لها من الميه، وده بقى سهل عليها مهمتها جدا. على طول بدات تقطع في ايده واحده ورا الثانيه لحد ما وصلت لجسمه وقطعته هو كمان. ده خلى الوحش ينشر حبره في كل حته في القريه حرفيا، وكمان ما سكتلهاش، ده مسكها بايده وقال لها انه ساب البحر علشان يجي ينشر بذوره هنا، فهو عاوزها تساعده في الموضوع ده. علشان كده بيل رفعت نفسها لفوق وبعدها نزلت على مركز احساسه بكل قوتها. ده بقى تسبب في موجه كبيره خلت البذور بتاعته تنتشر في كل حته حواليها حرفيا، وعلى طول طلبت من اهل القريه انها تاخد بذره منهم معاها. ده غير كمان انها خدت دراع من بتوعه علشان تطبخه زي ما قالت لهم في الاول. اما الفلوس بقى تمن مهمتها، فهي طلبت منهم انهم يبعتوهم على بيت المعلم بتاعها، وهي في الطريق بقى رمت البذره في النهر من تاني لانها واثقه ان اهل القريه هيدمروا كل البذور اللي موجوده في البحيره علشان يضمنوا انهم مش هيطلع لهم منها وحش تاني يقلق منامهم، وبكده تبقى انقذتهم من الوحش اللي كان موجود عندهم ونفذت وعدها للوحش بمساعدته في نشر بذوره. وبعدها بقى راحت لشيان وقالت له انها مش فاهمه هو ليه بعتها مكانه، برغم يعني انه كان ممكن يخلص على الوحش ده في ثواني لو استخدم سحره. ساعتها كان هيضمن ان القريه مش هتتدمر في القتال. فشيان وضح لها ان كل واحد في العالم ده ليه دور بينفذه، فهو بصفته المعلم الخاص بيها او بمعنى اصح يعني مدرسها في الحياه، فكان لازم يخليها هي اللي تروح علشان يعلمها تعتمد على نفسها من غيره. فبيل اتضايقت وقالت له ان اهل القريه اتنمروا عليها لانها مختلفه عنهم وما عندهاش قرون ولا فارو، وكمان قالت له انها زهقانه ومحتاجه تروح تدور على موطنها الاصلي لانها محتاجه تعيش وسط ناس شبهها ما يستغربوش كل ما يشوفوا شكلها كده، لانها لو فضلت بالمستوى ده هتعيش وحيده لحد ما الزهق واليأس يتغلبوا عليها، وساعتها جيش الفراغ الناهم هيقبض عليها ويخليها واحده منهم. جيش الفراغ الناهم ده بقى صديقي مجموعه من الناس اللي فقدوا الامل في الحياه وما بقوش لاقيين حاجه يعملوها، فضحوا بنفسهم وتحولوا لاشباح وبقوا يلفوا العالم كله علشان يضموا اكبر عدد من الناس الزهقانه معاهم. المعلم فسر شعور بيل ده بقى بانه حنين للوطن، فهي يا اما بتحن لوطنها الاصلي يا اما بتشتاق للمدينه اللي اهلها فيها، او الانيل بقى تطلع مش قادره تحب نفسها فبتتلكك بوطنها علشان تلاقي سبب منطقي لكره الحياه. علشان كده قال لها ان حلها الوحيد انها تبقى رحاله تلف العالم كله على امل انها تلاقي شبيهه ليها في اي مكان تزوره، وبعد كده نصحها انها تروح مدينه بارك علشان تعمل الاختبارات وتبقى رحاله رسمي، وبعدها عرفها انه لو سافر هتبقى هي وحيده لانه حتى لو كان معلمها فعمره ما هيعيش حياتها او اختياراتها، وبكده يبقى لازم يتفرقوا عن بعض في اقرب وقت. بيعدي الوقت وبالليل بقى افتكرت بيل ماضيها كله، بدايه من خروجها من حجر كريستالي خلى الناس كلها تفتكر انها اتولدت منه، فخافوا منها لانها مختلفه عنهم وحاولوا انهم يهاجموها. فبيل جريت وسابتهم لحد ما وصلت للبرج اللي بيحبسوا فيه المتهمين، وهناك بقى لقت السيف اللي معاها حاليا وكان ملفوف بالحديد. فاول ما قربت منه على طول الحديد ده اتكسر في لحظه، خدت السيف وطلعت تجري بسرعه لحد ما غاف رئيس الحرس قبض عليها. وتاني يوم بقى بيل خدت قرارها، فقالت لشيان انها موافقه تعمل الاختبارات علشان تبقى رحاله لانها مش هتفضل طول حياتها عايشه وحيده والناس بتخاف منها كل ما تشوفها. علشان كده شيان خدها بره وقال لها ان ده اخر تدريب هيعلمه ليها، وبعدها قال لها انها عشان تبقى رحاله لازم تتصاب بلعنه هتبقى عباره عن ايه بقى ما يعرف، لان اللعنه دي بتتشكل على حسب شخصيه وحياه صاحبها، بس الاكيد ان اللعنه دي بقى هتبقى اول اختبار ليها في طريقها كرحاله. وشيان بقى رغم قوته الجباره دي الا ان لعنته منعته من استخدامها، فبقى اخره يدرس اللي اتعلمه للطلبه بتوعه، ومن هنا بقى اتحول من الرحاله شيان للمعلم شيان. وبعد كده بقى بدا يشرح لها ان اللعنات بتتورث من خلال دم الرحاله، علشان كده جرح صبعه وخلاها هي كمان تجرح صابعها، وبعدها خلطوا دمهم ببعض علشان ينقل لها لعنته. وهو بيسالها عن السبب اللي خلاها عاوزه تبقى رحاله، فقالت له انها عاوزه تلف العالم لحد ما تلاقي موطنها او حتى اهلها، لانها عاوزه تتفاعل مع العالم زيها زيهم، وبكده يا صديقي بيتنقل لها لعنتها. فشيان بدا يعرفها ان اللعنه برغم انها بتبان شر الا انها تكتشف قدام انها نعمه كبيره، علشان كده لازم تتقبلها وتتعود عليها كمان. هنا بقى بيل اكتشفت انها ما بقتش قادره تشوف ملامح شيان كويس، والانيل من كده ان ذكرياتها معاها بدات تتمسح. فشيان قال لها انه كده خلص درسه الاخير معاها فلازم بقى يختفي من ذاكرتها
تموتها علشان تقدر تشوف حياتها من بعده، لانها لو فضلت فاكراه هتفضل تدور عليه وهتفضل مستنياه، وهو مش عاوزها تحتاج له من تاني وتدور عليه كل ما تتزنق في مشكله. ساعتها بيل افتكرت ان هو اللي جه طلعها من السجن زمان، وقتها قال لها انها تقدر تعتبره زي والدها لانه هيعلمها ازاي تعيش، ده غير كمان اساس القتال واستخدام السيف. بتفوق بيل من ذكرياتها على صوت شيان وهو بيقول لها ان هيجي عليها يوم وتفهم معنى تعويذه ايريهون الموجوده على سيفها، لانها بتشير للمدينه الفاضله اللي مختفيه من قرون كتير. وبعدها امرها انها تنهي قتالها معاه علشان ينهوا المبارزه دي وكل واحد منهم يروح لحاله. فبيل نفذت له رغبته وهجمت عليه. تاني يوم بقى بيل راحت للمكان اللي صحيت فيه اول مره، فشافت الصخره اللي اتكسرت وطلعت منها كطفله صغيره. وقتها شافت كوكب ظاهر في السماء قدامها، فخمنت انها ممكن تكون جت منه بما انها ملهاش شبيه في الكوكب ده. وفي الاثناء دي بقى في حد استخدم جهاز غريب في ايده علشان يوصل لمكان بيل، لحد ما وصل لها ففرح انه لقى فتاه المنطق اخيرا. هنا بقى ظهر ارنب من العدم جنب بيل، فخدت كام ثانيه كده على معرفه انه ريبيتا، نوع من ضمن الانواع اللي موجوده في العالم ده، بس مختلف عنهم بانه شقي شويتين ثلاثه وصعب تسيطر عليه. علشان كده قدمت له اكل وشرب وبعد كده مشيت وسابته. والصبح وصلت للعاصمه فراحت لاقرب مطعم منها علشان تاكل فيه، وهناك بتقابل فغيس صاحب المكان، فبدا يفهمها اكتر عن المدينه ونظام العيش فيها. وكبدايه بقى بدا يعرفها على فرق الطبقات اللي موجوده عندهم، لانهم هنا بيعيشوا تحت نظام قانون الموضوع. ده قانون بينص على ان شخصيه الانسان بتتحدد من اول ما بيتولد، فالطيب بيفضل طيب والشرير بيفضل شرير. علشان كده المدينه مقسومه نصين، النص عايش في المدينه جوه السور ودول بقى الاسياد، والنص التاني بره السور على الحدود ودول بقى الاشرار. علشان كده فغيس نصحها انها تطلع بطاقه هويه لنفسها وتشوف هي تبع انهي جانب من دول وتعيش معاه قبل ما الجنود يقفشوها ويسجنوها. فبيل وضحت له انها جايه هنا زياره وماشيه مش هتقعد كتير لانها عاوزه تبقى رحاله. فهغيس ضحك عليها لان الملك ما بيسمحش لاهل الريف اللي زيها انهم يبقوا رحاله في بلاده، اخرهم قوي يعني يجوا يعيشوا في العاصمه علشان يشتغلوا وياكلوا عيش. هنا بقى بيل افتكرت شيان وهو بيكلمها عن حد اسمه ديوس، بس مين ده هي ما تعرفوش ومش فاكره اي حاجه عنه غير اسمه. في الوقت ده بقى دخل المطعم مجموعه من الشباب الروشين وهم ماسكين ريبيتا وراسهم والف سيف انهم يقتلوه ويشربوا من دمه لانه هيخلي سيوفهم قويه جدا لو قتلوه، ده غير انهم هيتشهروا كمان بانهم قبضوا عليه وقتلوه. ساعتها بقى بيل ركزت ان الريبيتا ده هو نفسه اللي قابلته في طريقها، فهجمت على الشباب علشان تبعدهم عنه. وقتها بقى اكتشفت ايه اللعنه اللي صابتها واتصدمت لان لعنتها بتخليها تكسر سيف عدوها بس ما تقدرش انها تجرح او تضرب عدوها نفسه. ده ضايقها جدا لانها كانت آلة قتل متحركه بتقتل اي حد بيقف في وشها من غير ما تفكر ثانيه واحده. ده بقى خلى هغيس يزعق لها لانها كسرت سيوف الشباب وهم طلع عينهم في صناعتها والتدريب عليها، فبسببها يرجعوا لنقطه الصفر من تاني. في الوقت ده بيكون الحراس وصلوا للمكان، فهغيس امر بيل انها تهرب بسرعه لانها معاش قلاده الهويه اللي تسمح لها انها تستخدم سيفها جوه المدينه. القلاده دي بقى زي البطاقه عندنا كده بالظبط يا صديقي، بتتسجل فيها بياناتها وانها محاربه وتقدر تستخدم سيفها في المحاربه جوه المدينه. بس بيل رفضت انها تهرب وطلعت سلمت نفسها بنفسها للحراس اللي بدورهم نقلوها للسجن اللي في المدينه على طول. وهناك بقى بيل عملت قلق وكسرت باب الحاجز بتاعها علشان تجبرهم انهم يجيبوا لها غاك لانهم هما الاثنين اتعلموا مهاراتهم على ايد نفس المعلم. في نفس الوقت ده بقى اودونيس رجع المدينه من تاني، فراح محل هغيس علشان يعرف منه ايه اللي بيحصل في المدينه في غيابه. فهغيس حكى له ان في مجموعه من الشباب دخلوا في خناقه مع بنت غريبه مش من صنفهم علشان كانوا عاوزين يقتلوا ريبيتا وهي رفضت تسيبهم يلمسوه حتى. هنا بقى بيظهر جيش الفراغ الناهم مره تانيه في وسط المدينه وفي عز النهار. فهغيس خمن ان في حد من اهل المدينه هينضم لهم قريب علشان كده جم ياخدوه بنفسهم، وعلى طول امر الموجودين معاه ان محدش يقرب لهم لهينضم لهم بالغلط. نرجع من تاني لبيل بعد ما غاف وصل لها وطلعها براءه من السجن ووفر لها بيت تعيش فيه لحد ما تظبط امورها، ده غير كمان انه جاب لها قلاده هويه علشان ما يتهبطش عليها مره تانيه. وبعدها قال لها انها علشان تبقى رحاله لازم تشتغل مبارزه لصالح الدوله لفتره من الزمن، الملك هو اللي بيقدر يحددها بنفسه. علشان كده خدها لاوضه العرش عشان تقابل الملك. وهناك بقى غاف حكى لها ان الملك بيتنقل بين 3 اماكن، اوضه العرش ودي اللي هم فيها دلوقتي والملك بيصدر منها احكامه، التانيه بقى قاعه الرقص ودي بتبقى للحفلات، التالته بقى حلبة الانصال ودي اللي بتتم فيها المبارزات الكبيره. في الوقت ده بقى بيظهر الملك وكان وراه شجره، بس الاغرب بقى انه كان عنده وشين، وش في مكانه الطبيعي وشكله طبيعي والتاني وش شجره طالعه له في بطنه. فغاف وضح لها ان الملك اصلا محبوس في الشجره اللي وراه دي من سنين السنين، فالكاهن وصل لطريقه تخليه يقدر يظهر نفسه ويتكلم من خلال جسمه زي ما هو واضح كده. وبالتالي بقى اللي ماسك حكم البلد 2، الكاهن اللي منهم والملك المسقوط في الشجره ده. فبيل ما كدبتش خبر وقالت للملك انها عاوزه تبقى رحاله علشان تعرف اصلها وفصلها والمفروض تعيش مع مين بالظبط بدل ما تعيش وحيده طول عمرها كده. فالملك قال لها انه موافق بس بشرط انها لو قدرت تكسب المبارزه ضد كير رويال واحد من ضمن امهر 4 مبارزين عندهم. في نفس الوقت ده بقى شيان راح لدرام افضل واحده بتصنع سيوف في عالمهم علشان تصلح له سيفه لانه اتكسر في اخر مبارزه ليه ضد بيل، ولولا تعويذتها كان زمانه هو في خبر كان. بعد كده عرفها ان غاف تلميذه كبر وبقى طول بعرض لدرجه انه متوقع هيبقى الامير الجاي للبلاد. وبعدها قال لها انه واثق ان بيل فتاه المنطقه هتقدر توصل لسر صنع الرماد المقدس اللي هم ما يقدروش يوصلوا له لانه زرع جواها ارشاده الخاص علشان يقدر يوصلها لمناطق هو نفسه وصل انه يوصل لها
على مدار حياته. نرجع لبيل وهي بتستعد لمبارزة كير في حضور الملك واسياد الدولة بما فيهم اودينيس وغاف. بدأت المبارزة وساعتها بيل اكتشفت ان سيف كير قوي جدا، رغم كده سيفها لسه اقوى منه وهتقدر تهزمه بسهولة لولا وجود لعنتها اللي محجمة حركتها، وبالتالي علشان تهزم كير لازم تكسر سيفه بدل ما تكسره هو. وده بقى بالنسبة لأي مبارزة وصمة عار في تاريخه، خاصة لو كان قوي زي كير كده. بس هي ما كانش قدامها حل غير ده، فطيرت سيف كير من ايده وبعدها راحت كسرته له، وبكده كسبت المباراة ضد كير اللي هيعيش طول حياته مكسوف يوري وشه للناس بسببها. ده بقى قلب المشاهدين كلهم عليها، لانها كان المفروض تقتله وتخلصه من عاره، مش تكسر سيفه وتسيبه يعيش مذلول. لكن الملك كان ليه رأي تاني واعتبرها كسبانة، علشان كده قال لها انها لازم تنفذ 3 مهمات مختلفين لصالح الدولة. وقتها بقى هيخليها رحالة ويسمح لها انها تلف العالم كله بشرط انها تراقب لعنتها وتوصل للنقطة الإيجابية اللي فيها. وبعدها بقى غاف خدها لغرفة العلاج علشان الدكاترة يعالجوا جروحها بالرماد المقدس. ده نوع رماد سحري قادر انه يعالج الجروح مهما كانت خطيرة في ثواني معدودة. وبعدها بدأ يعرفها ان المبارزين اللي في المدينة هنا بيعيشوا حياتهم من خلال سيوفهم، بمعنى آخر بقى انهم بيدخلوا في مبارزات ومنافسات علشان يخلوا سيوفهم أقوى وأكبر، فكل ما يكبر يحسوا بفخر أكتر وان حياتهم ليها معنى كبير. فلما سيفهم بيتكسر هم نفسهم بيتكسروا، وده بيخليهم يحسوا ان الحياة ملهاش لازمة، فبيسلموا نفسهم لجيش الفراغ الناهم أكرم لهم من العيشة الحزينة دي. علشان كده بيل وضحت له ان لعنتها مش سايبه لها فرصة غير انها تكسر السيوف مش اكتر، فلازم تعمل كده علشان تكسب المبارزة ضدهم، يا اما خصمها هو اللي هيقتلها. في الاثناء دي بقى شيان راح للملك وقال له انه بعت له بيل علشان تنتقم له منه، لانه اتصاب بلعنته دي بسببه من البداية. وبعدها قال له انه اتولد كاهن وكان المفروض يبقى هو اللي مكانه دلوقتي، بس بسبب لعنته اتحول لمعلم بدل ملك، فاختار انه يهرب من المملكة كلها ويبقى رحالة افضل له. بس دلوقتي اكتفى من ده كله وعاوزهم يعتبروه ميت وينهي دايرة الانتقام اللي ما بينهم دي. وبالليل ريبيتا كل من حجر الفلاسفة اللي كان مع بيل، فتحول لواحد طول بعرض بودان ارنب عادي بس لسه عنده قدرته على التسلل، فاستخدمها وراح للشباب اللي كانوا عاوزين يقتلوه لسببين، الاول علشان ينتقم منهم بنفسه، والتاني علشان ياخد منهم الرماد المقدس اللي معاهم، وبالتالي منعهم من تصليح سيوفهم مرة تانية. تاني يوم بقى غاف قال لبيل ان في مجموعة من المبارزين الاشرار بيخططوا انهم يهجموا على القرية اللي اهلها اللي ربوها عايشين فيها، بس الملك مش راضي يصدر امر للمبارزين بتوعه انهم يروحوا للقرية دي ويحموا اهلها غير لما الاشرار يوصلوها الاول. فبيل فهمت انهم لو استنوا الامر يبقى على ما يوصلوا الاشرار هيكونوا خلصوا على سكان القرية بما فيهم اهلها، فسالته عن عقوبتها لو خلفت الاوامر وراحت القرية دي قبل ما الملك يأذن لها. فغاف قال لها انها لو استخدمت السيف بتاعها في مبارزة من غير امر الملك بتدفع ذهب بقيمة وزن سيفها، وبرغم ان ده هيخليها تفلس الا انها راحت للقرية فعلا. وهناك بقى اتفاجئت بان القرية اتدمرت خلاص وان الاشرار خدوا اهل القرية بره السور، فجريت وراهم بسرعة وقدرت بسبب قوتها انها تهزمهم كلهم، لدرجة انهم جريوا وسابوا الرهاين اللي معاهم من كتر خوفهم منها. فراحت تقطع باب الحبس اللي اهل القرية محبوسين فيه واتفاجئت ان سيفها قطعه عادي. ساعتها بيل شافت اهلها وعرفت انهم خلفوا بنت صغيرة وسموها على اسمها، ففرحت بده جدا وعرفتهم انها هتبقى رحالة وتدور على اهلها الحقيقيين. وبالليل بترجع للمدينة من تاني، وهناك اتفاجئت ان سلسلتها اللي كانت معاها من يوم ولادتها ضاعت منها لما كانت بتحارب الاشرار، فده ضايقها جامد. في نفس الوقت ده بقى ريبيتا بيكون راح لزعيم الاشرار وقال له انه عاوز سلسلة بيل اللي سرقوها منها وقت المبارزة مقابل الساعة الشخصية بتاعته. وبعد كده راح لبيل وعرفها على نفسه، وبعدها خدها المطعم هاي ما بيدخلوش غير الرحالة، وهناك خلاها تسمع اغنية عن الرحالة اثرت فيها جدا لدرجة انها عيطت. فريبيتا استغل ده وساب لها سلسلتها على الترابيزة ومشي، فبيل خدتها وفرحت بيها جدا. وتاني يوم بقى غاف قال لها ان الملك عرف باللي عملته، ولانها انقذت اهل القرية كلها فقرر انه يكافئها على اللي عملته، ده غير كمان انه هيعتبرها خلصت مهمة من ال3 مهمات اللي عليها. علشان كده راحت للملك فامرها تحط سيفها على الميزان علشان يديها فلوس بوزنه، فبيل خدت الفلوس وجرت من القاعة بسرعة. وبعدها غاف حكى لها ان الدولة فيها 4 مبارزين اقوياء، هو اولهم وبعديه كير، والتالتة بقى تبقى تيزيانو، بس دي مختفية ومش عارفين لها الطريق لانها حورية بحر فتقدر تغير شكلها وجنسها من غير ما حد يعرف، وبالتالي مستحيل يوصلوا لها بسهولة من غير ما هي نفسها تظهر لهم. والاخير بقى يبقى اودينيس، بس ده حالة خاصة من نوعه. في الاثناء دي بقى في مجموعة من المبارزين مسكوا اودينيس رنوه علقة محترمة لحد ما غاف شافهم وبعدهم عنه بالعافية. وبعدها حكى لبيل ان اودينيس بيحب ياخد سيوف الناس اللي بيقتلها في المعارك، ليه بقى ما يعرف، فحظه وقعوا في اهل واحد من اللي موتهم وراسهم وقال في سيف انهم ياخدوا سيف ابنهم منه. تاني يوم بقى بيل كانت بتتمشى واتفاجئت ان المبارزين رنوا اودينيس علقة مرة تانية، فما كانتش فاهمة حاجة لحد ما عرفت انهم قتلوا حيوان صغير كان معاه علشان يسنوا بيه سيوفهم، فاتعصبت جدا منهم وضربتهم كلهم علشان تنتقم منهم على وحشيتهم ضد الحيوان الضعيف ده. وبعدها راحت لاودينيس وساعدته يقوم، وهم في الطريق بقى قالت له انها سمعت انه حرام السيوف لانه بياخد سيوف ضحاياه، فاودينيس قال لها ان هو كمان سمع عنها وانهم بيقولوا عنها فتاة المنطق. بيخلص الطريق وبيوصلوا الشباب لبيت اودينيس، وهناك بقى بتشوف بيل عنده ازهار الغراب، ده نوع من الازهار بتطلع على جثة الميت علشان تروح تعرف اهله بخبر وفاته، فخمنت ان هو لسه جاي له خبر وفاة حد قريبه علشان كده حالته صعبة وماشي يتطوح يمين وشمال. هنا بقى ظهر حيوان اودينيس الاليف، فاودينيس قال لها انه مخبي جوه بيته الحقيقي من خلال
خلال سحره، وهوب سيطر عليها بسحره علشان ينقلها لبيته الحقيقي. فبيل استغربت جامد لان بيته جميل جدا ومليان عفش حلو، ده غير كمان انه معاه رماد مقدس وده المفروض موجود مع الكهنه بس. فاودونيس وضح لها انه بيديهم رشوه كل فتره مقابل ازازه من الرماد ده علشان يعالج بيها نفسه، لانها زي ما شافت كده بتدرب اكتر ما بيتكلم. وبعد كده حكى لها ان اسم فتاه المنطق ده ما حدش عارف معناه، لان شيان اطلقوا عليها لما جه زار الملك، فانتشرت بين الشعب باسم فتاه المنطق اللي هزمت كتير في المبارزه. وبعدها عرفها ان لعنته بتمنعه من استخدام سيف خاص بيه، علشان كده بياخد سيوف ضحاياه وبيعدل على تعويذتها علشان تناسبه ويقدر يستخدمه في معاركه. الانيل بقى ان لعنته بتخليه عايش في تساؤلات مستمره، لانه ولا يعرف اصله ولا فصله ولا حتى الهدف من وجوده. هنا بقى حيوانه الاليف نقل له اللي بيحصل في اجتماع الملك مع جنوده، فقعدوا هما الاثنين يسمعوا اللي بيحصل، وعرفوا ان تيزيانا اتقلب حالها وبقت شريره بعد ما كانت طيبه. والانيل من كده كمان انها بقت تحرض الاشرار على الناس الطيبه. فاودونيس وضح لبيل ان تيزيانو خبيثه بتخلي الرجاله يحبوها، وبعدها تامرهم يعملوا لها اللي هي عاوزاه مقابل انها تسلمهم نفسها، لحد ما غاف اتخانق معاها في مره فكسر لها سيفها علشان يعاقبها، بس هي ما اتحملتش ده وهربت من البلد. بس من الواضح كده انها اتنقلت لجانب الشر علشان تقدر تصلح سيفها، لان السيف لما بيتكسر بيخليك تدخل في اختبار معاه بيحدد على اساسه اتجاهك. بيقطع كلامهم ده بقى الملك وهو بينده اسماء الجنود اللي هيشاركوا في المعركه ضد تيزيانو، وكان من ضمنهم بيل واودونيس تحت قياده غاف. وقتها اودونيس قال لبيل ان المعركه دي هتتم في ارض الكاتاكومبي، ده مكان الاشرار بيعتبروه ارض مقدسه كده بتمدهم بالقوه، والاهم من كده كمان انهم عارفين مداخلها ومخارجها كويس جدا، وبالتالي تيزيانو والاشرار هيكون معاهم الافضليه في المعركه دي. علشان كده غاف امر اودونيس انه يقود الفرقه الاولى في المعركه، لانه عمل كذا معركه فيها وعارف الطريق افضل من الباقي، يبقى هم اللي يدخلوا الاول. في نفس الوقت ده بقى شيان قابل ريبيتا، فريبيتا قال له ان مملكته بعتته هنا علشان يراقب بيل، علشان يقيم مدى خطورتها واذا كانوا هيقدروا يسيطروا عليها ولا لا، لانهم لو مش هيقدروا يسيطروا عليها وهتسبب خطوره ليهم يبقى هيقتلوها هي واللي يحاول انه يدافع عنها. فشيان ضحك كده لانه ما يقدرش يحكم على سكان المملكه دي غير بامر رسمي من ديوس، لانه عاوز يسيطر على بيل علشان هي بتتحكم في المنطق وهو عايز يتعلم التحكم فيه، لدرجه انه مستعد يعمل كذا تعويذه يدمر بيهم المنطق كله بس ما حدش يتعلمه غيره. علشان كده هو عاوز يحمي بيل من شر ديوس، وكمان علشان مش هيقدر يعمل ده بسبب لعنته. في نفس الوقت ده بقى اصحاب بيل في الفريق بداوا يتنمروا عليها لانهم شايفينها صغيره وضعيفه عنهم، فاكيد مش هتقدر تسد معاهم جوه المعركه اللي داخلين عليها. وهنا بقى بيوصل الفريق لارض المعركه، فاتفاجئوا ان المجموعه الافتتاحيه اتقتلت خلاص وريحه الدم ماليه المكان حواليهم. وبعد كده بتدخل بيل واودونيس مع فريقهم لارض المعركه. في البدايه بدا فرسان الميه والضوء والنار يحدفوا تعاويذهم حواليهم علشان يحموهم ويوفروا للفريق فرصهم انهم يخشوا لجوه اكتر، وبالرغم من انها نقطه ايجابيه الا انها قلقت بيل، لانهم لحد دلوقتي مفيش عدو واحد ظهر في مواجهتهم. بيقطع تفكيرها ده بقى هجوم عنكبوت كبير عليهم، فالجنود اللي في المقدمه هجموا عليه وقتلوه، وهوب العنكبوت انفجر وتحول لعناكب تانية صغيره هجمت على الجنود الموجوده كلهم، وده تسبب في تشتيت مجموعه كبيره من الجيش. فالعدو استغل ده وهجم على الصفوف الخلفيه منهم لحد ما دمر تعويذات الحمايه اللي عملوها في البدايه علشان تحميهم. ساعتها اودونيس شافت تيزيانو وهي بترمي عليهم تعويذه تسحب جنودهم بيها للارض، وبعدها طلعت سيفها وبدات تتحرك تحت الارض وتقتل في فريق الخير واحد ورا التاني لحد ما وصلت لقائدهم. علشان كده بيل واودونيس انفصلوا عن بعض وكل واحد فيهم راح في اتجاه غير التاني. في الطريق بقى بيل قابلت بنت من اللي معاها في الفريق، وفي نفس الوقت بيدخل عليهم واحد تاني من نفس الفريق، بس بيل اتفاجئت ان تيزيانو سيطرت عليه بقوه الشر بتاعتها، فالبنت ضربت عليه كذا سهم بسرعه لحد ما قتلته. ومن هنا بقى الاثنين فهموا ان تيزيانو بتحول جنودهم لزومبي شغالين تحت امرها، يعني من الاخر كده هي معاها جيشها برضه بتحافظ عليه وبتعمل لنفسها جيش منهم. هنا بقى ريبيتا دخل عليهم بعد ما وصل لمكانهم، فالبنت انهارت وقعدت تعيط جنب الولد اللي قتلته. ده خلى ريبيتا يشرح لبيل ان صنف البنت دي ملوش شخصيه، فهي اول ما بتحب شخص بتبدا تستمد شخصيتها وحياتها منه، فبما ان حبيبها مات فهي عايشه من غير هويه ومنهاره دلوقتي. علشان كده بيل حضنتها ودعمتها نفسيا لحد ما فاقت لنفسها. في الوقت ده بقى جالهم اتنين كمان، فاتحركوا كلهم سوا لحد ما وصلوا لاودونيس، فعرفهم ان في بحيره قريبه منهم يقدروا يعتبروها ملجأ ليهم معموله للطيبين في ارض الاشرار، فلازم يروحوا هناك في اسرع وقت علشان يجمعوا نفسهم وقوتهم من تاني. بس في مجموعه من الاشرار مخيمين عند البحيره دلوقتي، والحلو في الموضوع بقى ان معركتهم مع تيزيانو مش مع الاشرار، علشان كده ممكن يعملوا تحالف معاهم ويكسبوهم في صفهم، وبكده يبقى الطيبين والاشرار ضد تيزيانو. فاودونيس بيقول لهم بقى انتوا وشطارتكم لو عرفتوا تعملوا تحالف معاهم فعلا وتهجموا على تيزيانو. بعدها بيروحوا كلهم عند البحيره بس اتفاجئوا بوجود تيزيانو هناك. الانيل من كده بقى انها حولت جنودهم كلها لزومبي، والاشرار كمان اللي موجودين حولتهم هم كمان لزومبي، وبعدها خلت الاتنين يهاجموا بعض كانها بتعمل حرب بين الشر والخير حرفيا. اول ما تيزيانو بتشوف الشباب داخلين عليها بتوقف المعركه وبتؤمر جنود الزومبي بتوعها انهم يهاجموا الفريق. في الاثناء دي بقى قائد الاشرار شافهم فخدهم معاه للمكان اللي باقي الجنود مستخبيين فيه، وبعدها حكى لهم ان تيزيانو لما جات له اول مره كانت ظريفه وكيوت لدرجه انها عرضت عليه انهم يتحالفوا سوا ضد قوى الخير لان الملك هيبعتهم يحاربوهم هنا قريب. وفعلا دي كانت الخطه لحد ما شافت اودونيس فلبستها الجنينه وبقت تقتل
كل اللي عينيها تقع عليه، سواء بقى من جنود الخير او من جنود الشر اللي هم اصلا رجالتها. علشان كده اودونيزي وضح لهم ان الملك كان امر حبيب تيزيانو انه يشارك في معركه قديمه، بس حبيبها هرب من واجبه، علشان كده الملك امر الهربان باعدامه. وبعدها اجبر اودونيس انه يقول خبر وفاته لتيزيانو، بما انها حوريه بحر فقدت عقلها مع فقدان حبيبها، فبما انها شافته تاني هنا في ارض المعركه فذكرياتها كلها رجعت لها، وبقت عاوزه تنتقم من اللي اذوها بكل قوتها من غير ما تفرق مين بقى اللي قدامها. علشان كده قائد الاشرار عرض عليهم التحالف ضد تيزيانو قبل ما تخلص عليهم كلهم، ومن بعدها بدا القائد يوزع الادوار على الفريقين ويخططوا ازاي هيخلصوا على تيزيانو من غير ما يموت منهم واحد تاني. في الاثناء دي بقى بيل قابلت اهل اودونيز وعرفت انهم ولا بينتموا لاهل الخير ولا اهل الشر، لانهم متكلفين بحمايه الارض دي مش اكتر، وبما ان تيزيانو بتشكل خطر عليهم دلوقتي فهم هيتعاونوا معاهم للقضاء عليها. ومن بعدها على طول اتقسم الفريق لاربع اجزاء، الاول وهم المبارزين ودول هيقفوا على اليمين وهيبقى منهم اودونيزي وعيلته، التانيين بقى هيقفوا على الشمال ودول فيهم بيل وحوريه البحر اللي معاهم، الفريق التالت بقى وهم الحرس الخلفي ودول معاهم القائد، اما الجزء الرابع والاخير فهم الموجه ودول بقى فيهم ريبيتا. في نفس الوقت ده بقى تيزيانو عرفت مكانهم فاستخدمت سحرها علشان تدخلهم جنودها لجوه، فالشباب اتجمعوا عند الجسر وتحديدا في نصه. ساعتها ريبيتا استخدم تعويذه علشان يحميهم من الجنبين، فتيزيانو استخدمت قوتها علشان تدخلهم جنود من تحت رجليهم. وقتها ريبيتا عكس تعويذته فطلع الجنود اللي معاه كلهم بره الدايره، وبعدها ولع في جنود تيزيانو اللي جوه الدايره، وبكده بيكسبوا الجوله الاولى في معركتهم. بس الجنود بدات تكتر عليهم فبدا الكل يشترك في القتال بما فيهم اودينيز. ساعتها بيل لاحظت ان كل ما بيقتل عدد اكبر كل ما سيفه بيتبدل ويموت اسرع، والانيل من كده كمان ان ايده نفسها بدات تتبدل، يعني لو فضل على الحال ده هيموت فيها. في الاثناء دي بقى الاعداء قدروا انهم يصيبوا عين حوريه البحر اللي معاهم، فبيل اتعصبت ودورت فيهم القتل كلهم. ده خلى حوريه البحر اللي معاهم تتاثر بموقفها فغيرت من نفسها لمحارب على طول علشان تقدر تستخدم سماعها في قتل الاعداء بدل عينيها. وبالرغم كده برضه الاعداء فضلوا يزيدوا اكتر واكتر، فالقائد قال لهم ان مفيش فايده من قتلهم لجنود تيزيانو طول ما هي ما بتظهرش نفسها، لانها هتفضل تبعتهم ليهم وتزود في عددهم من غير ما تبان. علشان كده مخطط المعركه قال لهم انهم علشان يجبروها تظهر نفسها وينهوا المعركه دي محتاجين انهم يثبتوا لها انهم خطر عليها، وبعدها يسيبوا لها ثغره تدخل بيها بينهم، وقتها هيمثلوا عليها انهم جابوا اخرهم خلاص وهيموتوا، فهتتعصب وتدخل لهم علشان تقتلهم بنفسها. علشان كده اتحركوا من مكانهم لمكان تاني جوه الكهف، وطول الطريق بقى ريبيتا بيسد اي مصدر ميه يقابله لان الميه هي اللي بتمد تيزيانو بالقوه. في الاثناء دي بقى بيل لاحظت ان والد اودونيزي بيتحرك وهو مغمض عينيه، فسالته عن الطريقه اللي بيمشي بيها، فقال لها انه بيعتمد على التركيز الباطن، وبعدين وضح لها بانه بيغمض عينيه وبيخلي تركيزه كله في اتجاه الارض، وده بيسمح له انه يكون شكل مبدئي للارض حواليه. وبالرغم من انها مهاره تبان قويه الا انها مهاره سهله الشخص يكتسبها بالتدريب. هنا بقى الشباب بيكونوا وصلوا لطريق ضلمه، فوالد اودونيزي هو اللي قاد الطريق. علشان كده اودونيزي وضح لبيل انهم داخلين على المقبره العلويه او بمعنى تاني حديقه الموتى. ساعتها بيل شافت المقبره وانها مليانه بزهور الغراب اللي بتروح تبلغ اهل الموتى بوفاته، فاودونيزي قال لها ان المكان ده محرم في الارض لانه مليان بجثث الموتى. علشان كده القائد امرهم انهم يستنوا هنا علشان يواجهوا تيزيانو لانه المكان الوحيد اللي بعيد عن اي مصدر للميه. ريبيتا ما كدبش خبر، عمل تعويذه حاوط بيها المكان من حواليهم، وبعدها بقت جنود تيزيانو تدخل عليهم من بره في نفس الوقت اللي المقابر والجثث اللي فيها معاهم جوه التعويذه. الانيل من كده بقى ان الاعداء اللي بره قدروا يخترقوا التعويذه ويدخلوا هم كمان جوه، وهنا بقى بيجي دور حوريه البحر اللي معاهم، بيتعرفوا منها سمع صوت ميه، ده بقى معناه ان تيزيانو كسر التعويذه اللي ريبيتا عملها على الميه في طريقهم للمقبره، وبكده بقت قادره انها تدخل لهم جوه مع جنودها. في البدايه هجمت على القائد وقطعت له رجله، فبيل واودونيسي رجعوا وخدوه وجريوا بيه على بره، وهوب ريبيتا عمل تعويذه مضاده وولع بيها في المكان كله فقتل جنود تيزيانو الموجودين كلهم. اما والد اودونيسي فشال الهم لانهم ولعوا في مكان مقدس علشان يحموا نفسهم من الموت. في الوقت ده بقى تيزيانو قدرت انها تدخل 3 رجاله طول بعرض شقوا نفسهم علشان يرموا دمهم على الارض قدام الشباب، وده يسمح لها انها تدخل من ما بينهم، وعينك ما تشوف الا جثث بتترمي على الارض يا صديقي. وقتها تيزيانو طلعت من مخبأها للارض، فاودونيس ما كدبش خبر وهجم عليها بسرعه، فبدا يطلع السيف ورا التاني من اللي معاه ويغرزهم في جسمها، فتكسر له السيف الاول يقوم مطلع غيره وهكذا لحد ما بقى غارس في جسمها 3 سيوف، فعلى طول مسك سيفين وغرسهم في جنبها، وده خلاها تنزف دم كتير. رغم كل ده بقى هي ما ماتتش، لا دي صرخت باسمه كمان، وبعدها سحبته معاها تحت الارض، فبيل نطت وراها بسرعه علشان تلحقه. علشان كده ريبيتا هو كمان نط وراهم بسرعه، وهناك بقى بيل لقت نفسها بتعوم في الفراغ لحد ما ريبيتا عمل لهم اوضه صغيره بالتعويذ علشان يقفوا فيها. ساعتها بقى شافوا اودونيزي وهو واقف على طرف سيفه وهو بيواجه تيزيانو، فضربه ورا الثانيه قدروا انه يقطع لها دراعها، ده غير جرحها ليه في اكتر من مكان. ورغم كل ده برضه تيزيانو فضلت تقاوم وتحاول انها تقتله، فبيل جابت اخرها منها واضطرت عليها تضربها بسيفها، فاودونيزي استغل ده وضرب تيزيانو بسيفه في دماغها جابه نصين، وبعدها كسر لها السيف بتاعها، وبكده يبقى قدر اخيرا انه يخلص على الشر اللي متمسك بيها. ده بقى خلى شبح تيزيانو يحضنه وهو بيشكره على تحريره ليه اخيرا، فاودونيس طمنه انه هيزرع جواها بذور الغراب وهياخد باله منه كويس. تاني يوم مجموعه من
الجنود رموا تعاويذ على المكان علشان ينزلوا مطر الجنائز على المقابر على امل انهم ينظفوها من الدم والاحقاد اللي ملتها بسبب الروح الشريره اللي سيطرت عليها. في الاثناء دي بقى غاف حكى لبيل انه قتل والد اودونيس لانه كان محضر نفسه لدخول المعركه مع جنوده، بس لما الدنيا كركبت فوق دماغهم وبعدها الهوجه خلصت دخل مع جنوده لارض المعركه، وساعتها قابلوا والد اودونيس، ولحظه الوحش بقى السيف غاف كان واخد وضعيه القتال فقتله. ده خلى بيل تتعصب عليه وقالت له انها مش عاوزه تخش معاه في مواجهه تانيه مادام هو عيل صغير وبيمشي ورا سيفه ورغباته في سفك الدماء من غير ما يفكر. وبعدها مشيت وسابته، وهي في الطريق بقى قابلت شيري العضوه الاساسيه في الفرقه واللي تسببت في سقوط المطر. فكلمه منها على كلمه من شيري بيل اكتشفت ان شيري عمرها ما خرجت بره القصر لوحدها، وده خلاها ماشيه تايهه وسط المدينه وكلمه بتوديها وكلمه بتجيبها، علشان كده خدتها معاها لاوضه اصحابها اللي اتعرفت عليهم في المعركه على امل انهم يقدروا يساعدوها قبل ما تتاذى في المدينه. في البدايه الدنيا كانت تمام ومستعدين يحموها لحد ما يوصلوها لغاف صخ سليم، لكن شيري وضحت لهم انها ميح خالص وما تعرفش تعمل حاجه لنفسها. ساعتها عرفوا ان شيري بنت الملك روهايد، فطبيعي تبقى عايشه عيشه مرفهه وما تعرفش الالف من قوس الذره. وبالليل شيري قعدت مع بيل في اوضتها وبعدها عرضت عليها انها تغني لها، ففضلت تغني لها بصوت حلو لحد ما تعبت مره واحده من غير سبب واضح. هنا بقى غاف وصل لاوضتهم وفتح الباب بسرعه، فشيري قالت له ان بيل زي ما وصفها ليها بالظبط، قويه وشجاعه وسريعه الادراك. فغاف شكر بيل على رعايتها ليها في غيابه، وبعدها خد شيري وخرج من اوضه بيل. ساعتها الحجر اللي في سلسله بيل نور بسرعه وطفى تاني. في نفس الوقت ده بقى اودينيس راح لكير بسيف تيزيانو اللي كسره لما كان بيحاربها علشان لو كان مستعد يصلحه هو حابب انه ياخده لنفسه، بس كير وضح له ان ما بقاش ليه عين يحارب بعد ما سيفه اتكسر مرتين. علشان كده اودينيس ساله عن الممتحن، فكير قال له ان مفتش ملكي بيزور المبارزين اللي سيوفهم مكسوره. فاودينيس قال له هايل، انا اترقيت وبقيت ممتحن دلوقتي لان الكهنه ادوني الرماد الممتحن بدل الرماد المقدس، فبقيت اصلح سيوف بعد ما كنت بداوي جروح. وبعد كده عرفوا انه بيعمل اختبار سريع للمبارز اللي سيفه اتكسر علشان يعرف هو طيب ولا شرير، بس الاختبار علشان يتم لازم يحيي السيف من اول وجديد وبعدين يسلمه لصاحبه وهو هيختبره بنفسه، زي ما حصل مع تيزيانو كده لما غاف كسر لها سيفها. فالسيف عمل معاها الاختبار من تاني والجانب الشرير اللي فيها هو اللي كسب ولبسها، علشان كده الرهبان بعتوا ليه مخصوص علشان يرجع له سيفه ويخليه يعيد اختباره من تاني. لو عدى منه على خير كان بها، بس لو اتلبس بروح شريره هو كمان يبقى فيه مشكله في الرماد، علشان كده لازم يكسر السيف مره تانيه وبعدها يروح للرهبان ويعرفهم اللي حصل. وبكده جمع اودونيسي ما بين سيف تيزيانو المكسور وسيف كير المكسور، وبعدها حطهم على الرماد علشان يخليهم سيف واحد جمع قوه السيفين اللي جوه بعض. فكير مسكه بسرعه وقال له ان تعويذته هي حامل البشاره، وبعدها مسك السيف وقال له ان السيف فيه قوه جديده بعيده كل البعد عن الشر. فاودونيسي اتاكد ان تيزيانا هي اللي كان جواها عرق شرير، السيف بريء منها في التحول اللي حصل لها لما اتكسر واتصلح مره تانيه. وبالليل بقى اودونيسي قعد مع بيل واعترف لها انه بيحبها وعاوز يتجوزها ويكونوا اسره صغيره مع بعض، بس هيستنى لما هي كمان تحبه وتعترف له بده علشان يحقق حلمه معاها. وبعد كده قال لها انه ملعون وما يقدرش يمسك سيف بايده بشكل مباشر لان ايده والسيف هيصدوا مع بعض بالشكل ده، علشان كده على طول لابس جوندي وبياخد سيوف اللي بيهزمهم لانه دايما عاوز سيوف كتير بشكل مستمر علشان لو دخل اي مبارزه يبقى مستعد لها. وبعدها بقى قال لها ان اللعنه جات له بشكل مباشر وان الحوار كله بدا من سنين كتيره قبل ولادته لما رحال جه لارضهم علشان يعمل معاهم تحالف بشرط انه لو مات يدفنوه في المقبره ويبعتوا اخباره لاهله. فوالد اودونيس وافق والرحال عاش ما بينهم فعلا لحد ما دخل في معركه مع ناس هجموا عليه واتصاب وقتها، فابو اودونيس جرى عليه يمسكه، ده خلى دم ابوه يتلطخ بدم الرحال، فلعنه الرحال اتنقلت لابوه. الغريب بقى انها ما صابتش ابوه لاسباب ما يعرفهاش، بس اتنقلت له هو بعد كام سنه لما وصل للحياه بالسلامه، وبكده بقى رحال ملعون من غير ما يختار حتى. فجه الملك علشان يساعده لانه مش عاوز يلف البلاد، فدخل في معركه ورا التانيه لحد ما الموضوع انتهى بيه من افضل 4 مبارزين في البلد، ولسه برضه مش عارف هو عايز ايه من حياته ولا حتى المفروض يعمل ايه بالظبط. ساعتها بيل افتكرت حيرتها هي كمان وانها ما تعرفش هي مين ولا اصلها ايه، فالاسئله ماليه دماغها زيه بالظبط، علشان كده عرضت عليه انه يلف معاها العالم يمكن هما الاثنين يلاقوا اجابات للاسئله اللي في دماغهم دي في رحلتهم. فاودونيس ما كدبش خبر ووافق على اقتراحها بسرعه. بالليل بقى شيري جت تزور بيل وحكت لها انها عاشت عمرها كله وحيده ملهاش لا حبيب ولا قريب ولا حتى غريب لانها بنت الملك، فعاشت حياه مقفوله جامد من غير ما يبقى لها اصحاب. علشان كده بيل خدتها لمطعم الرحاله اللي ريبيتا خدها فيه زمان، وهناك بقى عرفتها على باقي زمايلها اللي اتعرفت عليهم وقت المعركه، وقالت لها انها تقدر تعتبرهم صحابها هي كمان. في الاثناء دي بقى المغنيه طلعت على المسرح وغنت، فشيري اتأثرت جامد بغناها لدرجه انها انهارت من العياط، وبعدها قالت لبيل ان الناس كده هتعتبرها ضعيفه، بس بيل طمنتها انها هي نفسها عيطت لما سمعت المغنيه دي اول مره، وبعدها قالت لها ان العياط ملوش علاقه بالضعف وانه طريقه للتعبير عن حزنها مش اكتر. الصبح بقى شيري بعتت عصافير للكل تعزمهم على حفلتها اللي جايه في القلعه كشكر منها ليهم على وقوفهم
سيوفهم جنبها، وبعدها ادت لبيل فستان شيك من عندها علشان تحضر بيه الحفله. ده خلى انظار الكل تروح ليها في الحفله لان شكلها شيك وكيوت عكس سمعتها الهباب اللي طلع عليها وانها متوحشه. اما باقي اصحابها فجم باللبس الرسمي بتاع الجيش علشان يريحوا دماغهم ومحدش يقول عليهم كلمه كده ولا كده. هنا بقى شيري طلعت على المسرح وبدات تغني بكل حماس وحيويه. كان خروجها مع بيل شحن لها طاقتها من تاني. على طول ريبيتا خد بيل وطلع يرقصوا وقال لها انهم في بلاد بيلقبوها بالفارغ لانها انسانه حره مش متقيده بقوانين او وطن محدد، لا بالعكس دي بتعيش عشان نفسها ولنفسها. ده بقى مخلي اغلب سكان العالم بتاعه نفسهم يبقوا زيها كده ويعيشوا حياتهم على كيفهم. في نفس الوقت ده بقى غاف قاعد مع اودونيس واعترف له انه قتل والده يوم المعركه اللي حصلت. فاودونيس قال له ان الغراب عرفه باللي حصل وانها نهايه تليق بوالده لانه كان نفسه يضحي بعمره في سبيل حمايه وطنه وهو نالها. بس غاف ما اهتمش بده كله وقال له ان سيف ابوه معاه فلو عاوز ياخده منه لازم يرجع سيوف الموتى اللي معاه كلها لاصحابها. فاودونيس اعتبر ان ده ظلم ليه فرفع سيفه في وش غاف وهو بيامره يدخل في مبارزه معاه واللي يكسب ياخد سيف والده. هنا بقى كير دخل عليهم بس شكله كان متغير جدا وواضح ان الشر سيطر عليه مره تانيه، فالاتنين اتصدموا من تغيره ده. وقبل ما ينطق كلمه واحده جرح غاف جرح كبير في صدره بسيفه. فالكهنه الموجودين سحبوا سيوفهم وهجموا عليه بسرعه علشان يوقفوه عند حده، بس كير قدر انه يخلص عليهم بسهوله جدا. وبعدها هجم على اودونيسي وجرحه في ايده وهو بيشكره لانه لولا ما كانش هيكسب سيف بالقوه دي ولا هيقدر يتحول لقوه الشر بالشكل ده. وبعدها قالوا انه هيروح ينتقم من بيل على اللي عملته فيه ومشى وسابه ياخد الصدمه لوحده. في نفس الوقت ده بقى الملك اصدر اوامر من خلال شيري بضروره قتل كير بشرط ان محدش يواجهه غير بيل بس. هنا بقى كير دخل عليهم فاصحاب بيل حاولوا انهم يشتتوا انتباهه بعيد عن بيل بس فشلوا في ده بسبب قوه الشر اللي السيف بيمدوا بيها. ساعتها بيل شافت ايده وفهمت اللي فيها وان تحول زي ما تيزيانو اتحولت علشان كده راحت وسحبت سيفها من مكانه بسرعه. وبعدها امرت صحابها انهم يخلوا لها المكان علشان تواجهوا على رواقه. رغم كل ده بقى ريبيتا رفض انه يتحرك لان سيف كير قادر انه يخترق ابعاد المكان يعني يقدر يوصل لها بكل بساطه حتى وهي بعيده عنه. بس بيل صممت على رايها وراحت تواجهه لوحدها. وقتها ريبيتا اتفاجئ ان سيفها قادر يصد ضربات سيف كير اللي بتخترق الابعاد فاطمن شويه ان المعركه دي نتيجتها هتبقى لصالح بيل لو شدت حيلها شويتين. على طول بيل اتهورت اكتر وفضلت تهاجمه ضربه ورا الثانيه لحد ما قطعت ايده. فاتصدمت لسببين، الاول ان لعنتها ما منعتهاش من قطعه والتاني ان ايده طلعت تاني كانها ما اتلمستش حتى. فكير استغل صدمتها وهجم عليها بسيفه بسرعه لحد ما جرحها جرح كبير بطول دراعها كله. وبرغم كده بيل ما استسلمتش وهجمت عليه مره تانيه بسرعه بس المره دي بقى قدرت انها تشقه نصين فحررت روحه من الكيان الشرير المسيطر عليه. وبكده بيل خلصت مهمتها الاخيره اللي اتفقت عليها مع الملك. فكان كل اللي فاضل لها اختبار بسيط وبعدها تقدر تبقى رحاله تلف البلاد براحتها. على طول راحت لاودينيسا علشان تفرحه ويلفوا البلاد مع بعض لكنها ما لقيتهوش في اوضته وما بقتش عارفه تلاقيه فين بالظبط. علشان كده قررت انها مش هتدخل الاختبار الاخير غير لما اودينيسي يرجع لهم مره تانيه. بيعدي الوقت بقى وبيجي عليهم الليل واودينيسي جه لبيل وقال لها انه عامل شبه الجثه اللي بتتعفن بسبب ايده بس الفرق الوحيد بينه وبين الجثث انه عايش وبيتنفس علشان كده مش عاوز يسافر معاها غير لما يلاقي اجابه للي في دماغه. فهو عاوزها تعمل اختبارها وتمشي من البلاد وتبدا رحلتها. وبعدها وعدها انه وقت ما يخلص اللي هو عاوز يعمله هيوصل لها بنفسه. الصبح بقى بيل دخلت لاوضه العرش وقالت للملك انها نفذت اتفاقها معاه. فجت دور عليه بقى انه ينفذ اتفاقه معاها ويديها المفتاح علشان تبقى رحاله وتلف البلاد. يا رب بقى نخلص يا صديقي وتلاقي وطنها واهلها. على طول الملك ما كدبش خبر ووداها عند بيانو معمول مخصوص علشان يقرا روح اللي هيعزف عليه وطلب منها تعزف عليه بالطريقه اللي تحبها وعلى الاساس ده بقى هيتحدد اتجاهها واذا كانت تستحق تبقى رحاله ولا لا. الغريب بقى ان البيانو ده المفروض بيحسس اللي يقعد عليه بالحريه لان الرحاله بيحبوا الحريه والانطلاق بس بيل كانت حاسه بالخنقه وانها مقيده. فالملك قال لها انها كده مش مستعده للترحال يبقى ترضى بقدرها وتعيش في المدينه معاهم. بس بيل رفضت وقالت له انها تستنى فرصتها الجايه علشان تعيد الاختبار من تاني وتبدا رحلتها في الترحال. لكن الملك قال لها انها لو مشيت من البلد هتتسبب في شرخ كبير بين اهلها صعب يقفلوه من وراها. علشان كده هو عاوزها تعقل وتروح تشتري شقه في المدينه تقعد فيها او حتى تيجي تعيش معاهم في القصر تحت رعايته مع بنته شيري. فبيل قالت له انها هتفكر في الموضوع بس الاكيد انها مش هتعيش في المدينه كتير لانها عاوزه توصل لوطنها واهلها فمصيرها هتمشي من البلد دي سواء بموافقته او من غيرها حتى لو ده معناه انها تحاربه هو شخصيا. في نفس الوقت ده بقى اودينيسي راح يرجع سيوف المحاربين ليهم بس المحاربين ما سكتوش وقرروا انهم يهاجموه علشان ينتقموا منه. فاودينيسي سحب سيفه وبدا يقتلهم لحد ما السيف صدى جيبه فطلع السيف اللي بعده وكمل محاربتهم لحد ما خلص عليهم كلهم بسبب غبائهم. ساعتها بقى شال الهم بانه كل ما يدخل مبارزه هينتهي حاله بتعفن ايده وده بلان سيفه وده بقى خلاه مقتنع انه نص جثه مستنيه تموت. وبعد كده راح لبيل وقال لها انه هيدخل للملك ومش هيسيبه غير لما يعرف اجابه لكل اسئلته اللي محيراه او يوصل حتى لحل مشكلته. وهوب اقتحم الاوضه على الملك ودور القتل في كل الكهنه الموجودين في المكان وهو نازل بقى
اسئلته فوق دماغ الملك عن هويه ديوس اللي عامله قلق في البلد ومحدش يعرف هو مين، او ليه حياه الفارس مرتبطه بسيفه. طب ليه هو ملوش سيف ومش قادر يبقى له سيف خاص بيه؟ وليه الرماد المقدس ما بيعالجش جروحه بشكل كامل زي ما بيعمل مع الباقي؟ والرماد ده اصلا جاي منين ولا حتى اتصنع ازاي؟ وايه اللي يخلي 2 من زينة فرسان المدينه يتلبسوا بروح شريره بعد كسر سيوفهم؟ فالملك قال له ان الرماد الممتحن بيساعد الشجره المقدسه انها تكبر اكتر واكتر، اما الرماد المقدس فبيكتسب قوته من اصابه المبارزين بالعدوى زي ما حصل مع تيزيان وكير بالظبط. اما السيف نفسه فهو اتحول لسيف ملعون بيلعن صاحبه وبيتغذى على روحه لحد ما يموت، فروحه تتحرر وتتحول للرماد المقدس اللي بيعالجه بالجروح. وبعد كده قال له انه اتولد بلعنه غير مقصوده ليه، وده خلاه شخص مميز، علشان كده خد دور الفاحص والامير المقاتل. وهنا بقى جه كاهن من وراه ومعاه سيف، فاودينيس مد ايده ومسكه واتفاجئ انه ما بيتعفنش، فاتعصب وقتل اللي شايله وهو بيزعق للملك لانه مش عاوز يبقى مقاتل. المهم انه عاوز يختار طريقه حياته بنفسه، فالملك قال له انه مش هيقدر يهرب منه لان كل اللي بيموت في المدينه دي روحه بترجع مره تانيه علشان تبقى كاهن ازرق وتعيش لخدمه الملك في عرشه. فاودينيس اتعصب جامد وراح قاعد على البيانو بسرعه علشان يتحول لرحال ويمشي من بلد المجانين دي كلها، بس البيانو رفض انه يعزف مقطوعه واحده معاه لانه ما عندوش سبب منطقي علشان يسيب العالم بتاعه ويبقى رحاله. فالملك ضحك عليه وقال له انه هيلف لفته ويرجع له مره تانيه سواء دلوقتي برغبته او قدام لما يموت، وروحه نفسها تيجي تخدم الملك ككاهن ازرق. في الاثناء دي بقى بيلي اتفاجئت بغراب داخل عليها في شقه اودونيس، فخافت لا يكون جراله حاجه لولا انه دخل عليها وهو شايل هم الدنيا كلها فوق كتافه. وبعدها قال لها ان اخوه مات وهو بيحمي وطنهم وان دي ضريبه حمايتهم لارض مقدسه، وبعد كده حضنها وهو بيطلب منها تنقذه من الظلام اللي جواه لانها الوحيده اللي بتقدر تلمسه من غير ما تتاذى. ده حتى والدته يوم ولادته توفت لما لمسته بسبب لعنته، وبعدها طلب منها تبارزه بشرط انها تقطعه حتت لانه عاوز يتخلص من عذابه ده، بس عاوز يتاكد ان روحه مش هترجع لخدمه الملك مره تانيه، وحتى لو رجعت ما تبقاش مفيده فهيجبره انه يحررها بنفسه من خدمته، وساعتها بقى هيلاقي حريته وراحته اخيرا. لكن بيل رفضت انها تبارزه، فاودينيس مشى وسابها. ساعتها في ضوء بنفسجي بلعه وهو بيقول له ان ملوش مهرب بعيد عنه. وبعد كده بيل فاق لقى نفسه في مكان غريب، وهناك بقى درام استقبلته وقالت له ان اتنقل لجيش الفراغ الناهم اللي كان خايف ينضم له في اول حلقه يا صديقي لو فاكر. وبعدها اديته سيف وطلبت منه يمسكه، فنفذ امرها ومسكه، بس اتفاجئ بالسيف بيستجيب ليه رغم انه واخد شكل غريب بين ايده. فدرام قالت له انها صنعت له السيف ده مخصوص وكانت مستنيه الوقت المناسب علشان تديهوله، برغم انها ما كانتش عارفه الشكل اللي السيف هياخده حتى. وبعد كده قالت لها ان السيف ده بيتشكل حسب قوتها هي، او بمعنى اصح قوه الموت اللي جواها، علشان كده مش هيدبل ولا هيصدى في ايده، بالعكس ده هيفضل يتوالى كده لحد ما ياخد شكله النهائي. هنا بقى شيان بيجيله وبيقول له انه هيبقى المعلم الخاص بتاعه علشان يعلمه ازاي يستخدم السيف ده بكل مهاره. في نفس الوقت ده بقى بيل راحت لاصحابها وطلبت منهم يضموها لجيش المعركه اللي هتبدا بعد كام يوم لانها محتاجه تحرك سيفها ضد الاعداء. انتفاقها ده ورغبتها في قتل الناس خلوا اصحابها يخمنوا انها واقعه في مشكله عاطفيه جايبه اجلها. وبعد 3 ايام بيل راحت للحرب معاهم واشتركت في المعركه فعلا. وقتها اتفاجئت ان سيفها ما بيسمعش كلامها وانه تقيل جدا في حركته معاها، وده تسبب في اصابتها باصابات خطيره. نرجع لشيان وهو بيأمر اودونيس انه يطلع كل السيوف اللي سرقها من معاه، وبعدها امره انه يكسرهم بنفسه واحد ورا التاني. فاودونيس خاف ورفض انه ينفذ له كلامه، علشان كده شيان كسر له سيفه بنفسه. فاودونيس قعد يصيح لحد ما اتفاجئ ان سيفه لسه سليم، وبعدها وضح له ان سيفه اصلا متصاب بلعنه، فطبيعي يصدى ويتكسر ويرجع تاني لانه بيتغذى على لعنته نفسها. يعني من الاخر كده مستحيل انه يتكسر او يتدمر للابد طول ما لعنته نفسها موجوده جواه. في الاثناء دي بقى الزمايل بيل عالجوها، وبعد كده واحد منهم قال للحوريه اللي معاهم ان جرح عينيها مرتبط بشكل او باخر بجرح نفسي جواها وهو السبب في تغييرها الولد، علشان كده لازم تحل مشكلتها وترجع لاصلها، ومن خلالها بقى هتقدر انها تساعد بيل انها تتخطى مشاكلها النفسيه اللي دخلت فيها هي كمان لانها لجت لها قبل كده علشان تساعدها لانها اول بنت تصاحبها في حياتها. نرجع بقى لشيان وهو بيحكي لاودونيسي انه علشان يهرب من قدره كامير قاتل اتصاب بلعنه ويتحول لمعلم، يعني ما يقدرش يستخدم سيفه غير في تعليم الناس بس مش في محاربتهم. ساعتها بقى قابل درام وتعرف عليها لانها هي اللي صنعت سيفه، وساعتها كمان الملك طلب من درام انها تيجي تاخد اجزاء من الشجره علشان تصنع بيها السيوف، بس درام لما لمست الشجره عرفت انها ملعونه وما قدرتش ترفض الامر لانه طالع من الملك نفسه. وقتها بقى اتصاب اول واحد بلعنه الشجره ولبسته الروح الشريره، فدرام اتشالت واتحطت وقالت ان ده كله بسبب الشجره بس ما حدش صدقها، علشان كده بقت تعمل سيوف من الشجره بس بتحط عليها تعاويذ خاصه تبطل لعنتها، وبعدها توشم اللعنه دي على جسمها. ده بقى بيسمح لها تحس بكل اللي صاحب السيف بيحس بيه لحد ما ييأس من الحياه ويفقد الامل فيها، فتسحبه ليها للظلام مع جيشها. وبعد كده قالوا له ان بيل تبقى فتاه المنطق المنتظره وانهم عاوزينها تشكك في اللي بيحصل وتواجه الملك على امل انها تنجح في اثبات اللي درام ما قدرتش انها تثبته زمان. وبعدها عرفوه ان ديوس هو الملك الاصلي للبلاد وان محبوس جوه الشجره ومش عارف يطلع بسبب لعنتها، فبيل هي الوحيده اللي هتقدر تهزم الشجره دي
يتطلعوا منها، بس ازاي ما يعرفوش. بعد كده دراما قالت لاودونيسي انها في حياتها صنعت سيفين مهمين جدا، الاول من نوع فولاذي بيفضل يتجدد كل شويه وده اللي مع بيل، والتاني بيفضل يدبل كل شويه وده معاه هو. وبعدها قالت له ان هو نفسه مصدر لعنته، فمسكت ايده وقربتها من صدره لحد ما اتغلب على لعنته بنفسه، فعرفته ان لعنته كانت بتستمد قوتها من الكره والعداوه اللي مالي حياته. وبكده اودونيسي فهم اللي فيها وفهم دوره في الحياه، فعلى طول واجه شيان وقدر انه يهزمه لحد ما سيفه طول من نفسه وخد شكله اقوى من القديم. فقال لشيان ان سيفه اتصنع من لعنته علشان يمتص كراهيه وعداوه عدوه زي ما هو بيعمل مع العالم بتاعه. وبعدها على طول درام اداته الرايه علشان يقود جيش الظلام بنفسه في حرب ضد الملك. هي نهايه غير متوقعه صديقي، بس لحد هنا اقدر اقول لك ان الانمي بتاعنا انتهى وما نعرفلوش نهايه، وفي انتظار الجزء الثاني بقى ان شاء الله لما ينزل. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، والسلام.